نتوما واش ما كتحسموش؟ نتوما واش ما كتمرقوش؟ واش بغيتو تخسرونا مع كلشي نتوما؟ وبزاف اصاحبي، وضربتو كلشي، والجزائر، تونس، مصر، دابا ليبيا، وضربتو داكشي كامل، شمال افريقيا كامله ضربتوها. اش باقيين نضربو؟ او نتوما بغيتو تحقدوا فينا العالم كامل. واش جبنا شي كاس اخر، ربحنا شي كاس؟ واش انا مشيت للسينما، خرجت من السينما قالوا لي راه دينا واحد الكاس، وزعما اليوم الحد زعما ما كاين لا رباح لا والو، ولا حنا ديما نربحوا 2 3 الاربعاء الخميس الجمعه السبت وحتى هو نربحوا. ومبروك علينا الكاس، مبروك علينا الكاس، مبروك بطل شمال افريقيا. المنتخب الوطني المغربي 17 سنة بطلا رسميا لشمال افريقيا وتأهل الى كاس افريقيا بالصدارة، اكتساح يا جدك. كيف ما شفتوا في المباراة اللي ضربنا فيها الجزائر ب3 وضربنا مصر ب2، ضربنا تونس ب2 وضربنا مصر، واليوم كنكملوها ب3-1 مع الاشقاء الليبيين، وكنرفعوا اول كاس في هذا العام، بطولة شمال افريقيا. اللي كبيرة بابا، الهيبة من بكري الى دابا، كحلوا عيونكم يا الحلابة. المغرب بيفوز على ليبيا، المغرب بيفوز وبينتصر على ليبيا وبياخد بطولة شمال افريقيا. تخيل معايا الجزائريين طايرين من السعادة علشان مصر فوتت ليهم المباراة وخلتهم يفوزوا 1-0، طايرين من السعادة عشان صعدوا لكأس افريقيا. امال اللي خد بطولة شمال افريقيا يعمل ايه؟ المغرب اللي فاز وانتصر على الجزائر بثلاثيه، وفاز وانتصر على مصر بثنائيه، وفاز وانتصر على منتخب تونس بثنائيه، وفاز اليوم على ليبيا وخد بطوله شمال افريقيا. فاز على ليبيا باللاعبين الاحتياط، مش بالاساس، لا بلاعبين. وعندهم هذاك القجع نورمالمون الجيري دوموندي لانتربول باش يحبسوه باسكو يلي ريشيرشي هكذا، وحنا خرجنا كاردو فيلم علمنا عليهم كاملين. وانكحوا ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع. علامة كاملة، 12 نقطة، أقوى دفاع، أقوى هجوم، أبطال بحق. وشكون اللي ورانا؟ اللي شكون اللي في المقدمة؟ 7 أسود الأطلس اللي كيشرفوا كرة قدم أفريقيا، أبطال أفريقيا. مروك المخزن القجع بوريطة وحلت في بوريطة بالعلامة الكاملة وبزيرو تعادل أو ب12 نقطة. المنتخب المغربي تحت 17 سنة يفوز بلقب كأس شمال إفريقيا، ويبرهن للعالم على أننا أقوى اتحادية كرة القدم في إفريقيا، وبالضبط في شمال إفريقيا. خليونا من ناهيق، خليونا من عندنا وعندنا وحنا ونديرو كذا، لا لا لا، حنا ما كنقولوش وما كنهضروش، كنطبقوا في الارض ديال الواقع. والنتيجه هي هذه، المنتخب تحت 17 سنه للمره الثانيه او الثالثه على التوالي يفوز بكأس شمال افريقيا ليسيطر على كرة شمال افريقيا ويسيطر على جميع الاتحادات ديال شمال افريقيا. بطلوا حقد وغل بقى تجاه المغرب، سيبوهم في حالهم. جنات حسمت الامر، عملت له لايك على فيديو، خلاص يا باشا عودة العلاقات رسميا بينه وبين اهل المغرب والمنتخب المغربي والانديه المغربيه، وابقى اشوف اي حد يقدر يتكلم عن المنتخب المغرب اللي هي ان شاء الله هيشرفنا في كاس العالم وياخد ميداليه ذهب. 1.5 مليون مبروك. المنتخب المغربي 4 مباريات ب4 انتصارات. منتخب المغرب تحت 17 سنة بيفوز على ليبيا، ويضيف المنتخب الليبي لقائمة المنتخبات اللي بيفوز عليها في بطولة شمال افريقيا تحت 17 سنة. وده خلاص هو بعد ما كمان توج بهذه البطولة يعني المنتخب المغربي، بيزين تتويجه ده بان هو يفوز على المنتخب الليبي 4 مباريات ب4 انتصارات. بطولة مهمة جدا لجيل واعد. منتخب المغرب تحت 17 سنة يفوز ببطولة شمال افريقيا. 17 سنة دول الصغيرين ما شاء الله، الكبار عاملين انجاز رابع عالم وافريقيا وكاس عرب، لسه دول الصغيرين اللي جايين. كسبوا كل المنتخبات بالعلامة الكاملة، كسبوا الجزائر وتونس ومصر وليبيا.
تتويج تاريخي للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام منتخب ليبيا بلقب دورة شمال إفريقيا وضمان تأهل إلى كأس إفريقيا بالمغرب. بصراحة الكرة المغربية تسيطر على جميع البطولات في حين منتخبنا يغيب عن المنافسة دائما. لقجع إنه يتحكم بالأمور أكثر يوما بعد يوم. واموت يلي دواو فيا ربي انا اللي عطاني تا واحد ما حل فيا ربي انا اللي عطاني تا واحد ما حل فيا وربيتوني في العوافي وربي فاجاها عليا ربيتوني في العوافي وربي فاجاها عليا رزقي انا نجيبو بذراعي ورضات والدي